المعصوب اليمني. قلنا المطبخ اليمني يشتيله تعديل في طريقة التقديم، وهذا اللي أنا اشتغل عليه. جبت حبتين خبز طاوة وحطيته بالفرامة، وحطيت حبتين موز بالفرامة. بالفيديو مش مبين كم حبة. معلومة لكل المشاهدين، هذه طريقة أبو سالم. حطيت الموز والخبز المفروم في صينية، وأضفت له شوية حبة البركة وشوية سمن، عجنته قليل باليد عشان يتماسك، وبعدها سويت منه كرات صغيرة. لا تسووش الكرات أكبر من كذا، لأنه كذا بيكون بحجم الملعقة أو الشوكة. جبت شوية شوكولاتة لون أبيض، سيحته على درجة منخفضة. الشوكولاتة لتزيين الصحن، وإذا عندك صحن أبيض استخدم شوكولاتة لونه بني. خليك عاقل. وهذا اللي أنا استخدمه هو كريمة المسكربونة. الطريقة موجودة في القناة. حطيت الكرات فوق المسكربونة. بالفيديو هذا استغنيت عن الشيدر والكورن فليكس، وحطيت شوية عين الجمل بس. كرملته بشوية عسل، وأضفت له شوية موز. ادهنوا الموز بشوية عصير الليمون عشان ما يسود. اللي يحب الشيدر والكورن فليكس يضيفه. والآن أضفت شوية عسل. هذا اجتهاد مني وبمساعدة أم سالم. زي ما قلت، المطبخ اليمني